من الملك الذي لم ينزل من السماء إلا مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وخاف منه جبريل؟ ولماذا أرسله الله للنبي؟ كان كثير البكاء شديد الخشية من الله عز وجل، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتجف من الدمع عيناه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم مع جبريل عليه السلام يتحدثان، فسمع جبريل عليه السلام صوتا من فوقه، فإذا بالسماء تنشق، فقال جبريل: يا محمد، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك عظيم، فلما رآه جبريل عليه السلام تصاغر وتواضع، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ما نزل منذ خلق، ولم ينزل إلى لقيام الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا. فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال له النبي: بل عبدا رسولا. فقال له الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، ثم انصرف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: من هذا الملك يا جبريل؟ فقال جبريل: هذا ملك لم ينزل من السماء إلى الأرض إلا اليوم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فما بالك لما رأيته تصاغرت وتواضعت من الإجلال؟ فقال جبريل: والله ما ظننته نزل إلا بقيام الساعة، فهذا إسرافيل صاحب النفخ في السور. فقال العلماء إن جبريل عليه السلام نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الفاتحة، فهو موكل بإنزال الوحي، ونزل الملك إسرافيل بثوابها، فإسرافيل عليه السلام ينتظر قيام الساعة لينفخ في السور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد اتقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد أتى الله عز وجل نبينا الكريم أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وسميت بذلك اشتمالها على المعاني التي في القرآن، فنزلت من كنز تحت العرش. قال ربنا عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت سورة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهي